ما تيجوا بقى النهاردة كده نعمل مع بعض فطيرة في 10 دقايق بدون عجن وبدون لبن وبدون اي تكلفة تماما. يلا بسم الله. اول حاجة معانا معلقة من السكر، عليها معلقة كبيرة من الخميرة ونص علبة كبيرة من الزبادي او علبة كاملة من العلبة الصغيرة، وعليهم معلقة من الملح ومعلقة من البيكنج باودر ومعلقة من الخل و3 معالق من الزيت. كل المكونات اللي ضفناها بنفس المعلقة، معلقة كبيرة. تمام كده، حطينا 3 معالق اهم من الزيت، عليهم كوباية من المية، مية دافية طبعا علشان الخميرة تتفاعل. هنقلبهم تقليبة حلوة، بعدين هننزل عليهم بكوباية من الدقيق وهنقلب لحد الكوباية دي ما تختفي. هنحط كوباية، احنا هنا هنحط كوبايتين بس من الدقيق لان العجينة بتاعتنا طرية جدا. كده خلاص حطينا الكوباية التانية زي ما قلنا. هنبدأ بقى نقلب لحد الدقيق ما يختفي، بس مش عايزين نعجن خالص. هنقلب بالمضرب اليدوي لو قدرتوا، ولو ما قدرتوش هتقلبوا بسباتشولا بأي معلقة بأي حاجة، مجرد بس ان العجين يختفي ونتأكد ان العجين كله اختلط بكل المكونات زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين ادي العجينة، بصوا طرية جدا جدا. هنسيبها بقى تخمر ساعة، هنغطيها ونسيبها على جنب ساعة، وعقبال ما تتخمر هنروح نحضر الصوص اللي هنحطه على الوش. ادي نص كوباية من الزيت، عليها راس من الثوم المفصص، هندخلها الفرن تاخد وش او يتحمروا كده مع بعض، وبعدين نحطهم في كبة وننزل عليهم بالزعتر. ممكن بقى هنا تنزلوا بنعناع، بريحان، اي طعم انتوا بتحبوه. كده حطيت شوية من ورق الزعتر عليها زي ما احنا شايفين، وهننزل عليهم بمعلقتين كبار من السمنة او الزبدة وملح، وهنضرب الكلام ده كله مع بعض. وانا حطيت عليهم ورقتين من البقدونس ونسيت اصورهم. كده خلاص الصوص بتاعنا جاهز جدا. هنجيب صينية ندهنها زيت، وهنجيب العجينة طبعا اتخمرت حلو قوي زي ما احنا شايفين. والعجينة بتاعتنا علشان لينة لازم ندهن ايدينا حلو قوي بالزيت، وندهن الصينية زيت. ممكن نرش على الصينية دقيق السامولينا او سميد البسبوسة عشان نتأكد انها ما تلزقش معانا. طبعا لازم ندهن ايدينا زيت عشان نعرف نفرد كده العجينة لانها لينة جدا. هنسيبها تخمر تاني 10 دقايق في الصينية، وبعد ال10 دقايق هنجيب بقى الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه للفطيرة، وهندهنه كده على الوش، ونبدأ بقى نعمل غمزات كده في الفطيرة بتاعتنا او حفر كده علشان الصوص ينزل ويتوغل جوه الفطيرة. ممكن طبعا بدل صوص الزعتر والثوم اللي احنا عملناه ممكن نحط على وشها صوص البيتزا او صوص باربيكيو او كاتشب حسب المتاح عندنا. وزي ما قلت لكم هنعمل حفر كده او غمازات فيها علشان الصوص يتوغل جوه الفطيرة. ونحط على الوش بقى ميكس جبن او جبنه موتزاريلا، وندخلها درجه حراره 180. هنشغل من تحت بس، ونديها وش بسيط لما تستوي من تحت زي ما احنا شايفين كده. تحفه، تاكلوها بقى سخنه جامده جدا. طعمها مميز ومختلف جدا عن اي فطيره دقتوها قبل كده، وسهله ومتاخدش وقت ولا عجن ولا تكلفه اوفر عن اللزوم. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ونورتوني. باي باي.